السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بحب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناة إن شاء الله. النهارده عندنا كلام كتير على خسارة النادي الأهلي من بيراميدز، وعندنا كلام على نادي الزمالك وعلى القايمة اللي مسافرة نادي الزمالك السعودية عشان البطولة العربية، واحتراف زيزو في الدوري الإنجليزي، والعقد اللي متقدم لفتوح في الدوري اليوناني إن شاء الله. النهارده الأهلي لعب مباراة سيئة بتشكيل سيء من وجهة نظري، وأداء سيء جدا جدا من اللعيبة. مستر كولر النهارده بدأ بالشناوي وياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، الدبيس، وخالد عبد الفتاح. خط النص كان مروان عطية ومحمد فخري وقفشه وكريستو في اليمين، وطاهر محمد طاهر في الشمال، وقدامهم راس حربة محمد شريف. من اول الشناوي لحد محمد شريف اداء سيء جدا 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 من لعيبه. مش هو ده اداء الاهلي، واحنا اتكلمنا يا جماعه ماتش بيراميدز ماتش صعب، وقلنا لازم ننزل مركزين. اللعيبه ما كانتش مركزه النهارده خالص، الاداء كان وحش قوي النهارده، وقلنا بيراميدز نزل الماتش ده عايز يفوز. وخلي بالكم يا جماعه، لان بيراميدز هينزل خسران اخر 3 مباريات من النادي الاهلي. خسران من النادي الاهلي 3-0 في الدور الاول في الدوري العام، خسران في نهائي الكاس 2-1، وخسران في نهائي كاس السوبر 1-0. فقلنا يا جماعه بيراميدز عايز يعوض اي هزيمه من الهزائم دي، ولازم يكسب النادي الاهلي. هو الراجل باتشيكو نازل بخطه هجوميه ومركز، اللي هو عايز يفوز على النادي الاهلي. اللعيبه النهارده بتاعت بيراميدز بيلعبوا اللعب بتاع شمال افريقيا، اللي هو نقع كتير ونضيع وقت كتير، والحكم كان سامح لهم بالموضوع ده، ولعيبه الاهلي برضو سامحه لهم بالموضوع ده بادائهم السيء. النهارده الشناوي ال3 اجوان غلطته، يعني الجون الاول جون عكس من محمد عبد المنعم، غلطه محمد عبد المنعم وغلطه الشناوي، كان يقدر الشناوي يجيبها. الجون الثاني غلطه خالد عبد الفتاح وغلطه الشناوي طالع ضامم رجله. وافرش جسمك، لو فرشت جسمك قدام الراجل هتقفل عليه الزاويه كلها، تقدر تاخد الكره من قدامه. اما انت طالع وضامم رجلك قوي، مش مركز خالص يا شناوي انت في المباراه. النهارده الشناوي الاحتراف شاغل باله قوي وشاغل دماغه، هو الراجل عايز يطلع يحترف. واتكلم مع كابتن الخطيب اللي هو عايز يطلع يحترف، وبنسبه 90% الشناوي هيمشي. يعني كابتن الخطيب وعده اللي هو هيمشي يروح يحترف. احنا عارفين ان النادي النصر متقدم بعقد قوي للشناوي، هيفيد الشناوي ويفيد النادي الاهلي. الشناوي بيفكر. يعني انا كنت اتمنى ان هو يركز الماتش ده والماتش بتاع بيراميدز، او حتى على الاقل مستر كولر كده انت منزل لعيبه كتيره صغيره، كنت تنزل احمد شوبيره وكنت تنزل علي لطفي مكان الشناوي مش مركز الماتش اللي فات، ومش مركز برضو الماتش ده. اتمنى من الشناوي، او اتمنى له التوفيق، واتمنى له اللي هو يعني تركيزه يبقى عالي شويه، اتمنى له التوفيق في الايام الجايه ان شاء الله. سيان هيقعد في الاهلي او هيسافر يلعب في نادي النصر السعودي. طيب احنا قلنا اداء اللعيبه كلها سيء النهارده، هو لعيب او 2 هم اللي كان ادائهم لحد ما كويس، ممكن مروان عطيه على استحياء، وممكن ياسر ابراهيم. طيب الدبيس، قلنا الدبيس يا جماعه لسه لاعب صغير، واحنا قلنا الاهلي محتاج بديل قوي لعلي معلول. يعني علي معلول ما بيلعبش، الجبهه دي مصطفى فتحي واخد راحته فيها قوي، هو وشيبي بتاع نادي بيراميدز واخدين راحتهم على الاخر في الجبهه الشمال بتاعه نادي الاهلي. فاحنا قلنا عايزين لعيب قوي، وقلنا محمد شكري هيقدر يعوض جزء بدل علي معلول، وان شاء الله نتمنى له التوفيق لما يرجع محمد شكري. الباك اليمين قلنا محمد هاني مفيش استغنى عنه. خالد عبد الفتاح لعيب كويس، بس للاسف النهارده مع سوء الاداء بتاع نادي الاهلي وبتاعت لعيبه نادي الاهلي، الراجل بان برضو للاسف سيء. كلامنا كتير قوي على راس الحربه، وقلنا الاهلي محتاج راس حربه. النهارده اثبت لنا ان احنا مش محتاجين راس حربه واحد، احنا في النادي الاهلي محتاجين 2 راس حربه، يعني سوزا اي راس حربه تاني. يعني الاهلي بيفاوض اكتر من لعيب، وسوزا قلنا اللي هو قريب، الراجل ده هيدرز، الراجل ده بيقدر يشوط برجله اليمين وبيقدر يشوط رجله الشمال. لو عندنا راس حربه النهارده كوره مثلا بتاعه
بتاعت محمد شريف في الشوط الاول، كذا كوره جات له مش قادر يسيطر عليها، مش قادر يشوط، قفشه شاط كوره في ايد الجون، كذا كوره اللي اتلعبت بالهيد وجات بره، كذا كوره لو في راس حرب عندنا كان قدر يحرزهم اهداف. حسين الشحات نزل النهارده كان اداؤه لحد ما كويس، كان المفروض يبدا من بدايه المباراه. احمد عبد القادر مضيع النهارده جونين، المفروض الكورتين دول في الشبكه، كوره جت الشناوي صدها، والكوره الثانيه حطيتها عاليه قوي، يعني سهل قوي اللي انت تسقطها او تحطها في اي زاويه من الزوايا في الشناوي، احمد الشناوي انت حطيتها عاليه قوي وزعلان كمان، مهتم قوي اللي هو يمرقص يعدي مش واحد لواحد. الكلام ده كله في المطوشه دي مبقاش مهم قوي، المهم قوي الاداء والاهداف بتاعه المكسب. يعني النهارده حتى لو الاهلي لعبوا كويس بس الاسم اللي هم خسروا 3-0، طبعا مفيش اداء النهارده كويس خالص من لعيبه النادي الاهلي. اتمنى كولر يعدل الخطه بتاعته ويعدل التشكيل بتاعه في مباراه المصري ونركز شويه، واللعيبه قدر يشوف يعني واحد زي طاهر محمد طاهر من بدايه الموسم اداؤه مش مناسب النادي الاهلي، لعبه مش مناسب النادي الاهلي، وما يزعلش مننا، يعني الكلام ده احنا بنقوله ما حدش يزعل مننا، لان مش هيبقى مفيش لعيب هيبقى اغلى عندنا من النادي الاهلي، ومش هنحب اي لعيب في اي مكان اكتر من النادي. فاتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى الصفقات اللي جايه تكون على قد مستوى النادي الاهلي وعلى قد البطولات، احنا داخلين بطولات قويه وهنلاعب فرق قويه، هنلعب في كاس العالم، فاتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه اللي جايه اذا كان وينج ليفت وراجل محترف كويس ماشي، اذا كان راس حربه او 2 راس حربه كمان صانع العاب رضا سليم يا ريت يجي، عايزين مساك او 2 مساكين كمان، وباك ليفت كمان مع علي معلول. اتمنى ان شاء الله باذن الله الاداره تكون شافت المباراه النهارده وشافت اللعيبه النهارده، واتمنى يكون التدعيمات تكون تدعيمات قويه ان شاء الله باذن الله في الموسم الجاي. احنا عارفين ان الاهلي هيلعب الماتش الجاي مع نادي المصري يوم الاربعاء في الدوري، هيلعب في اسكندريه ان شاء الله في استاد برج العرب. اتمنى كولر ينزل بتشكيل كويس، لان المصري لسه خسران امبارح كاس الرابطه قدام نادي سيراميكا بنتيجه 4-1، فاتمنى ان شاء الله الاهلي ينزل ضغط من الشوط الاول وينزل بتشكيل كويس، لان المصري هينزل عايز يعوض الخساره دي عشان الجماهير بتاعته كلها كانت زعلانه امبارح، فاتمنى الاهلي ينزل الماتش الجاي يخلص الماتش من بدايه المباراه. اتمنى الشناوي يكون مركز او يبدا بشوبير او علي لطفي، ونشوف قصه الشناوي اذا كان هيطلع يحترف ماشي، اذا كان هيقعد في النادي الاهلي مفيش مشكله، ياخد القرار بتاعه، واللي فيه التوفيق ان شاء الله ربنا يكتبه ان شاء الله باذن الله. الزمالك ان شاء الله احنا عارفين اللي هو مسافر النهارده باذن الله للسعوديه، عنده اول مباراه في البطوله العربيه ان شاء الله باذن الله يكون 28 مع الاتحاد المنستيري. اتمنى للزمالك التوفيق، واللعيبه اللي رجعت ليه اوباما او محمود علاء او اللعيبه اللي رجعت ليه احمد عيد، اللعيبه اللي كانت في الاعاره ورجعت له، اتمنى باذن الله ان شاء الله باذن الله التوفيق ليهم ويقدروا يكملوا التيم بتاع نادي الزمالك ويساعدوا زمايلهم، بحيث نطلع شكلنا حلو في البطوله العربيه ونقدر نعمل مركز متقدم، او ربنا يكتب لنادي الزمالك الخير ان شاء الله باذن الله، ويقدروا يحصلوا على اللقب البطوله العربيه ان شاء الله. زيزو النهارده جاله عقد قوي جدا من الدوري الانجليزي، جاي له نادي ايفرتون. اتمنى لنادي الزمالك يخرج زيزو، واتمنى اي لعيب يجي له عقد احتراف في اوروبا يخرج، بس يكون عرض كويس ويكون نادي كويس ويكون اللعيب مقتنع والفرقه اللي هو رايحه لها مقتنعه، عشان مفيش لعيب يروح يقعد شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ويرجع. احنا عايزين اللعيبه بتاعتنا كلها تعمل زي صلاح كده، وزي محمد النني، وزي لعيبه كتيره طلعت عندنا الحمد لله ربنا وفقها وقدروا يلعبوا. هاني رمزي زمان بسم الله ما شاء الله، مجدي طلبه، اللعيبه اللي طلعت بره مصر وقدروا يلعبوا. اتمنى اللعيبه بتاعتنا باذن الله ربنا يوفقها في الاحتراف، واتمنى لزيزو التوفيق في الدوري الانجليزي، ونشوف محمد صلاح تاني وتالت ورابع، ونشوف لعيبتنا منتشره في الدوريات القويه ان شاء الله باذن الله. فتوح والعرض اليوناني، واحنا عارفين النهارده فتوح مضى
تعاقد مع شركه تسويق، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. اذا كان هيروح ربنا يكرمه كده في دوري من الدوريات القويه. احنا قلنا فتوح لعيب كويس، اتمنى له لو عايز يخرج بره مصر يخرج في دوري انجليزي، يخرج في الدوري الاسباني، يخرج في الدوري الفرنسي. انا اتمنى له اللي هو ربنا يوفقه في اي دوري من الدوريات دي. وفتوح لعيب كويس لسه صغير سريع، لعيب ان شاء الله باذن الله جاي كمان. يعني لو راح طرف ربنا يكرمه باذن الله ونتمنى له التوفيق. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناه. اتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.